هذا أقوى مشجع مصري يحب الترجي، مهبول بالترجي، ممكن يحب الترجي أكثر من التوانسة بيدهم. يعني اسمه معايا في الفيديو شنو يحكي على الترجي وقديش يحب الترجي. اني موحى من غير الترجي بدون حياة. فالحياة بالنسبة لي هي الترجي الرياضي التونسي غول افريقيا. زي ما انا قلت قبل كده اني انا كان ليا نادي الزمالك في مصر، ولكن بعد متابعتي وعشقي وقرب الجمهور الترجي ونادي الترجي، فانا نسيت الماضي وبقيت في المستقبل اللي هو الترجي الرياضي، واي صفقة واي باب تاني انا قفلته. حياتي مع الترجي. جمهور الترجي اللي انا دايما بقول عليهم ملوك التنقلات، اللي ما يعرفش ملوك التنقلات فايته كتير. فانا بالنسبة لي الترجي هو جمهور الترجي ملوك التنقلات. انا لو هتكلم في النقطة دي، ف يعني مع احترامي طبعا لفريق الترجي وللشعب التونس، لو هبص المشاهدات، فابسط حاجة هنا في مصر في 60 مليون اهلاوي، 30 مليون زملكاوي، رقم كبير. وانا كنت عامل مشاهدات كبيرة جدا 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 في الزمالك. تصوروا انتم من كثر حبه للتراجي السيد كان يعني مشجع محب للزمالك، خلى الزمالك قال لك انا ما عادش من كثر التاثر نتاعو، مخه حب التراجي. معناها عشق الجمهور وعشق الامبيونس وعشق الجو وعشق الكولور الاحمر والاصفر وعشق الدرابو وعشق حمدي مدب. معناها تصوروا انتم خلى الزمالك ولا يحب التراجي، وقال لك جمهور التراجي معناها ملوك، نحن ملوك دي معناها تاع الديبلاسمونات. هذايا بالحق حاجه صح، اقوى جمهور يعمل ديبلاسمونات تنقلات من عادي ما يمشي من القاره اخرى. معناها كيما شفتوا في امريكا ولا في اليابان شعمل الجمهور التراجي، معناها تلقاه ديما ورا جمعيته. حتى توا في ماتش الاهلي معناها ويكلو الماتش بدون حضور جمهور، والجمهور موجود في القاهره وموجود شيخ وعامل جو ورا الجمعيه نتاعو. التراجي بالحق اقوى جمعيه تنجم تشوفها في العرب وفي الافريق وكل معناها.